ازاي تقدر تعرف حسابات المتوفي في البنوك المصرية وتستعلم عن رصيدها بنفسك وبخطوة سهلة؟ السلام عليكم، انا علي بدر المحامي وده برنامج المستشار. لو انت اول مرة بتشوف البرنامج، فالبرنامج عبارة عن معلومة قانونية جديدة بتهم عدد كبير جدا من الناس في المجتمع المصري مع كل حلقة جديدة. جالي اسئلة كتيرة: اخويا توفى، جوزي توفى، ابويا توفى، وعنده فلوس في البنك، معرفش في بنك ايه ومعرفش كمان الفلوس قد ايه، عايز اعرف الفلوس قد ايه عشان استلمها، واستلمها ازاي. النهارده انا هقول لك ازاي تكشف عن حسابات المورث بتاعك في البنوك المصريه وتقدر تعرف الرصيد وتستلمها كمان. بدايه كده لازم في ورق يكون معاك. اولا يكون معاك صوره بطاقه الرقم القومي للمتوفي، دي اول حاجه. تاني مستند يكون معاك شهاده الوفاه. تالت مستند يكون معاك اعلام الوراثه، واعلام الوراثه ده اللي بيبين او بيثبت الورثه الشرعيين للمتوفي. انا كنت عملت حلقه في برنامج المستشار عن اعلام الوراثه، ازاي تعمله بنفسك خطوه بخطوه وبطريقه سهله. هسيب لك اللينك فوق لو حبيت ان انت تراجع او تعمل اعلام وراثه بنفسك. اخر حاجه تبقى معاك اصل بطاقه الرقم القومي بتاعك. كده 4 حاجات احنا قلنا عليهم لازم يكونوا معاك: اصل شهاده الوفاه، اصل اعلام الوراثه، صوره من بطاقه الرقم القومي للمتوفي، اصل بطاقه الرقم القومي بتاعك انت. وانت المفروض ان انت تكون احد الورثه اللي اسمك في اعلام الوراثه. هتاخد الورق ده وهتصوره صوره وهتطلع على اقرب بنك مركزي ليك. هتطلع على البنك ده، هتعمل طلب وتقول في الطلب ان انا عايز استعلم عن حسابات المورث بتاعي في البنوك المصريه، عايز اعرف له حساب في انه بنك من البنوك المصريه، وعايز اعرف كمان الرصيد في الحساب قد ايه. هتعمل الطلب ده، البنك المركزي هيقدر لك رسم عليه. وبعد كده ومهم جدا ان انت تكتب العنوان بتاعك في الطلب وكمان رقم التليفون بتاعك عشان يتواصلوا معاك عليه. وبعد كده هتروح. بعد ما هتمشي، البنك المركزي هنا هيعمل نشرة لجميع البنوك المصرية: البنك الاهلي، البنك اسكندرية، بنك القاهرة، كريدي اجريكول، سي اي بي، كل البنوك المصريه هيعمل نشره لكل البنوك المصريه بالاستعلام عن حسابات الشخص المتوفي باسمه والرقم القومي. وهنا البنوك هتبدا تكشف عندها، كل بنك هيكشف عنده هل المتوفي ده له حساب ولا ملوش، وحسابه فيه رصيد قد ايه. وهنا هيبدا يبعت جوابات مسجله بعلم الوصول لحضرتك على العنوان اللي انت كاتبه في الطلب، او هيتواصلوا معاك من خلال التليفون. وكل بنك هيرد عليك هيقول لك اذا كان المتوفي او المورث بتاعك له هنا رصيد، له حساب في البنك ده ولا مفيش. طيب له حساب، رصيده قد ايه. وهنا هتبقى عرفت كده المورث بتاعك له حساب في انه بنك والرصيد بتاعه كمان قد ايه. ودي كده اول خطوه. تاني خطوه بقى ازاي تستلم الفلوس دي. ازاي تستلم الفلوس دي؟ هتجمع الورثه بتوع المتوفي المورث بتاعك، وده على حسب ما اعلام الوراثه بيقول. يعني تشوف الورثه الشرعيين كام واحد وتجمعهم وتروحوا على البنك اللي فيه الحساب وفيه الرصيد. وهنا البنك بيقسم الحساب ده او الرصيد اللي في الحساب ده على ان هو تركه، وبيقسمه على الورثه على حسب الانصبه الشرعيه. فمثلا لو شخص توفى وساب ولد وبنت، هنا هيبقى للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى هنا الولد هياخد ضعف ما هياخده البنت. فلو ساب 150 ألف جنيه في البنك مثلا، فالبنك هنا هيقسمهم 100 ألف جنيه للولد و50 ألف جنيه للبنت، ولازم الاتنين يروحوا مع بعض، وكل واحد هيطلع له النصيب بتاعه بشيك. سلام.